على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سيرة من نور. هذه السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعرضها من خلال الكتاب العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول، صحيح البخاري، رغم أنف من حاربه ورغم أنف من شكك فيه. فإن نقوم بفضل الله سبحانه وتعالى بالقراءة حسب ما أخذناه من مشايخنا وأساتذتنا، وبالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصولا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى برجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من خلال هذا البرنامج نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقرأ هذا الكتاب العظيم، نتعلم سيرته العطرة، ونتعلم إيمانه ودعوته وحياته عليه الصلاة والسلام. وصلنا عند الحديث في كتاب الإيمان، الحديث رقم 13. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام مسلم بلفظ: قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وكذلك أخرجه أيضا الإمام مسلم برقم 45، قال: والذي نفسه بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، قال: لأخيه ما يحبه لنفسه أو ما يحب لنفسه. أعيد الحديث مرة أخرى بلفظ آخر عند الإمام مسلم برقم 45 عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال: لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى برقم 2515 عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بلفظه. كذلك أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى برقم 5016 قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حميدي بن مسعدة في حديثه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك أخرجه أيضا الإمام النسائي رحمه الله تعالى برقم 5017 قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وأضاف هنا زيادة لفظة من الخير.
وفي سنن النسائي أيضا برقم 5039 عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. وعند ابن ماجة رحمه الله تعالى برقم 66 في سننه قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وفي سنن الدارمي أيضا برقم 2782 عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى برقم 12801 قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بنفس اللفظ الإمام النسائي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، ولم يشك حجاج. وكذلك أخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى برقم 13146 عن أنس بن مالك بنفس اللفظ المتكرر: لا يؤمن أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام الذي نفسه بيده: لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. مرة أخرى لفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى برقم 13146 قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. كذلك أخرجه الإمام أحمد أيضا بنفس اللفظ برقم 13629 عن أنس. كذلك أخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى برقم 13874 بلفظ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. وهنا أيضا لم يشك حجاج. حجاج هو أحد رجال هذا الحديث. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى برقم 13875 بلفظ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذه اللفظة مهمة جدا سنعلق عليها إن شاء الله. أنتم ترون الآن اختلاف الألفاظ، وهذا هو قال الأئمة رحمهم الله: لا نفقه الحديث حتى نرويه من 20 طريقا. قال الأئمة رحمهم الله: لا نفقه الحديث حتى نرويه من 20 طريقا، لأن هذه الطرق كلها تبين معنى هذا الحديث. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة برقم 13960 عن أنس بلفظ: لا يحب أحدكم، لفظ الإمام البخاري. كذلك أخرجه أخيرا برقم 14082 عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا هو تخريج هذا الحديث العظيم الذي يعتبر فيه سماحة من سماحة الإسلام، وفيه خلق عظيم من أخلاق الإسلام والمسلمين، وفيه أيضا سمة من السمات التي يتميز بها المؤمن، مما يؤكد أواصر الأخوة والمحبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي لفظ قال: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وفي لفظ قال: حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. إذن مسألة لا يؤمن المقصود بها هنا لا يؤمن الإيمان الكامل الذي يرضي الله عز وجل ويكون في مرتبة عالية. لا يكتمل إيمان العبد حتى يكون عنده هذه الصفة الطيبة المباركة: لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكتمل إيمانه حتى يقدم الخير للناس، حتى يقدم الخير للجار. إذن أولا لأخيه، وهذه أخوة الإيمان، أخوة الإسلام.
أين تتجرد هذه المنقبة، أو أين يظهر هذا الخلق العظيم؟ يظهر في التعامل، تعامل المسلم مع أخيه المسلم، سواء كان في التجارة والاستثمار، أو كان في التعامل في الخطبة، أو كان في البيع والشراء. وأقصد بالاستثمار كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. رجل يريد أن يشتري سلعة وآخر لا يرغب في هذه السلعة فيزيد في سلعها من أجل أن يضر أخاه المسلم، هذا ممنوع في الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم، يعني لا تصل أنت بمرتبة الرضوان من كمال الإيمان حتى تكون ما تحب لنفسك تحبه لأخيك، فلا تضر أخاك. كذلك أيضا في قضية الخطبة: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فإذا كنت أنت تريد أن تخطب امرأة وقد سبقك بها أخوك، فلا يجوز لك أن تفسد عليه هذه، لأنك تحب له الخير كما تحب لنفسك. وقد ضرب الصحابة في هذا الباب أروع الأمثلة، لما كان المشتري يأتي إلى بعض المحلات يريد أن يشتري غرضا، فيقول له الصحابي أو يقول له المؤمن: إن هذه البضاعة التي عندي هي أقل مستوى من البضاعة التي عند جاري، اشتري من جاري هو أفضل لك. يا سلام، انظروا إلى هذا الخلق العظيم، ما قال له اشتري من عندي، أو لم يكتم عنه خبر أنها ليست جيدة، وإنما قال له اذهب واشتري من عند جاري. وهذا يدلك على أن هذا البائع إيمانه مرتفع، يوقن أن الأرزاق بيد الله، وأن الثمن وأن العطاء هو من الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يضره كونه أرشد أخاه، فإن رزقه سيأتي إليه. هذا هو معنى الإيمان: لا يؤمن أحدكم. وهذا التصرف في حد ذاته يزيد الإنسان إيمانا وقوة وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى لا يظن الظان أن هذا العمل لا يكون إلا للمؤمن أو للمسلم، كلا، بل حتى جارك سواء كان مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، فإنك تتعامل معه ما تحب له الخير كما تحب لنفسك. ولذلك هذه قضية مهمة جدا أن يفقهها كثير من الناس، خاصة الذين يعيشون في أوروبا ويختلطون بالكفار. يجب أن يرى الكافر منك هذه الأخلاق الطاهرة العظيمة، فتقدم له الخير كما تقدم لنفسك، تقدم له وتتمنى له الخير كما تتمناه لنفسك، لأن لفظة لا يؤمن عبد حتى يحب للناس يدخل فيها الكافر والمسلم، النصراني واليهودي غير المحارب، يدخل فيها في هذا. وهذه هي يعني عرض أخلاق الإسلام والمسلمين، وهذه قضية نقطة مهمة جدا يجب أن نحذر منها ونتنبه لها، لأنه من خلال أخلاقك أنت أيها الجار المسلم يحكمون على الإسلام. والكافر لا يقرأ القرآن الكريم، ولكن يقرأه على أعمالك، يقرأه على تصرفاتك. فإذا وجد منك خلقا نبيلا تقدمه له أنت لأنه جارك، يعرف يقول: يا أخي، ما هذه الأخلاق؟ من أين أتوا بهذا التصرف؟ ما الذي يريدون؟ فيكون هذا سببا في إسلام الناس وسببا في تعاطف. أما ما يفعله بعض الناس في بلاد أوروبا من الخيانة والخداع والكذب من أجل أن يحصلوا من حطام الدنيا، هذا لا يجوز، وهو ينقل صورة خاطئة جدا عن الإسلام والمسلمين وأسفاه، فكانوا فتنة على الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. هذه هي الفتنة، أنك أنت اليوم أصبحت من خلال تصرفك ومن خلال سوء عملك مع هؤلاء أصبحت فتنة لهؤلاء، فلا أحبوا الإسلام ولا أرادوا أن يدخلوه، بل اتهموا الإسلام بأنه إرهاب بسببك أنت. نعم، لأنك أنت خدعتهم. أنت متزوج وتقول بأن زوجتك هذه عشيقة حتى تكسب المال، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز يا جماعة، حتى التعامل لو كان التعامل مع الكفار. وبعضهم يفتي يعني فتوى
باطلة ضالة يقول يا أخي هذه أموال الكفار ويجوز لنا أن نأكلها منها. من أذن لك بهذا؟ أعوذ بالله. كيف تأكل أموال الكفار ظلما؟ لا يجوز لك، أنت تعكس صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين. إذن هذا الحديث العظيم إخواني وأخواتي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى في مستوى الطلاب والطالبات، أحيانا الطالب يكون عنده بحوث قد قام بها ويريد أن يتفوق، وزميله ما أسعف بهذه البحوث ولم يطلع عليه ولم يقف. أعطيه يا أخي نسخة، حب له ما تحب لنفسك. ما الذي يجعلك أنك يعني تكتم هذا العلم وتريد أن تكون أنت الأول وتظن أنك إذا أعطيته ستكون أدنى أو سيتفوق؟ هذا من نقص الإيمان. بل أخاك امنحه، ببركة منحك إياه سيجعلك الله فوق، أنت مرضي عند الله. ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الذي نحن نتحدث عنه هو الإيمان أخي الكريم. فلما تعطي أخاك يعني بحوثك وتعطيه يعني ما قمت به من الجهد، تقول له خلاص يا أخي أنا بحثت هذه نسخة استفيد منها، لا تضيع وقتك الآن. أنت كذا الآن وأنت هكذا يا أختي، يعني قدمتم ما تحب لنفسك من هذه البحوث التي أنت تعبت من أجلها، قدمتها لأخيك من أجل أن تكون مؤمنا. أذكر شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي ذكر لنا ذات يوم أن يعني كان هناك اختبار نهائي في مادة ما، وكان هذا الطالب متفوق جدا وباحث ومهتم، وكان هناك طالب كسول، فقال له يا أخي أنت بحثت واجتهدت، فهل ممكن تعطيني بعض هذه البحوث أطلع عليها وأقرأها، لأني بصراحة أنا لم ألخص شيئا وأمامي الاختبار. فالطالب نهاه وقال له أنت كنت تهمل وأنا كنت أكتب وكنت أجتهد، فلن أعطيك شيئا، لن أعطيك شيئا. فسبحان الله انكسر أخوه الطالب وذهب. فيقول الشيخ محمد المختار فلما جئنا في الاختبار فإذا بالأخ المجتهد قد نام عن الاختبار وذهب من الوقت 45 دقيقة أو أكثر، فجاء وجهه فزع ووجهه مورم من النوم، ودخل على القاعة أخذتني نوم اسمحوا لي، فرفضوا أن يدخلوه. يقول الشيخ فتذكرت أن هذه عقوبة نزلت عليه لأنه منع أخاه من إعطائه بحث وإعطائه. لماذا تمنع أخاك يا أخي؟ يعني شوف كيف فاتك هذا الفضل وفاتك هذا ونزلت عليك العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. وتورط هذا الطالب تورطا شديدا، وذاك يسر الله عز وجل له. يعني أنت حتى العلم والخير إنما هو من الله عز وجل، هو الذي أعطاك، فامنح جاهك، امنح علمك، امنح لإخوانك المسلمين، ولن يضيع الله عز وجل حقك. وذات يوم أيضا أتذكر وأنا طالب في الجامعة الإسلامية حفظها الله وحفظ القائمين بها، كان طالب سبحان الله يعني يعيش مع جار له. نظام السكن في الجامعة الإسلامية نظام غرفة تقريبا 8 أمتار في 4 أمتار، غرفة كبيرة. وهذه الغرفة الشباب غفر الله لهم قسموها من خلال الدواليب والشراشف إلى أقسامها، تأخذ 6 طلاب. فأنت تدخل فتجد الباب يعني الغرفة مقسمة بالدواليب وكذا وعليها شراشف. فمع الأسف لم تكن الجامعة تقصد هذا الموضوع، كانت تقصد أن يكون هناك الأسرة مفتوحة على بعض، وأن تكون الدواليب على الجدران، حتى يكون هناك يعني اختلاط وتعاون. المهم كان هذا الوضع على كل حال. فأحد الطلاب في أيام الاختبارات مرض، فقام أخاه وجاره بتمريضه وبات تلك الليلة معه في المشفى، ولم يراجع ولم يذاكر. وفي أثناء المشفى غفوة فرأى ورقة الاختبارات. أي والله يا أخواني، رأى ورقة الاختبار وأسئلة الاختبار في المنام كما هي،
فسبحان الله استيقظ فقال: ما هذا؟ هذه ورقة الأسئلة، عجبا. فذهب وذاكر في خلال ساعة، نصف ساعة، تلك الأسئلة التي وردت في الاختبار. ذهب إلى قاعة الاختبار، فسبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويعلم الغيب ويعلم السر وأخفى، فإذا بالورقة التي رآها في المنام هي نفسها التي هي الآن بين يديه في القاعة. فأجاب على الأسئلة كاملة وخرج من الاختبار ناجحا، وكانت هذه بركة وتوفيق من الله، لأنه وقف مع أخيه. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كن هكذا يا أخي، كوني هكذا يا أختي، لن يضيع الله لكم عملكم أبدا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رأيتم؟ فهذا العمل يتجلى من خلال المبادرات ومن خلال العمل والتعامل والاختلاط. هذه قاعدة عظيمة، خذوها في حياتكم. كذلك وأنا موظف في بعض الشركات، كان بعض الموظفين يخفي أسرار المهنة. أقول له: يا أخي ليش تخفيها؟ خايف أن يأخذ زميلك هذه الأسرار ويتفوق عليك؟ والله ما يتفوق عليك، طالما أنت تمنحه من أجل أنه أخيك حتى تقوي ظهره، يحفظ الله لك. هذا الله عز وجل يحفظ لك. يقول: لا يا برهان هذه أسرار أنا تعبت عليها، كيف أعطيه؟ أي تعب يا عمي، أي تعب. الله عز وجل هو الذي منحك، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك العقل وأعطاك التميز وأعطاك. فإذا كان زميلك أعطيه أسرار المهنة، ما الذي يضرك؟ والله يزداد إيمانك ويزداد رزقك وترتفع مكانتك عند مدرائك، لأن سيستم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فأنت تأتي وتخفي. فكان والله الموظفين غفر الله لهم إلا من رحم الله يخفون الأسرار. يا أخواني، هذا موظف جديد يحتاج إلى أننا نحن ندعمه ونعطيه المهنة ونبين له ونقول له: فلان هو كذا وفلان الإدارة ينبغي لك. تعطيه أمور سيحبك ويدعو الله لك، وقبل ذلك يحبك الله جل وعلا، لأنك أنت تعاملت مع عبد من عبيده بما هو خير. لأن هل يسرك أن يكون هذا الموظف ضعيف وأن يخرج من الشركة وقد حكمت عليه الشركة بأنه لا يصلح؟ هل يسرك هذا حتى أنت تصبح أنت القوي؟ هذا خطأ والله يا أخواني. هذا ينافي كلام نبينا الكريم الذي أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث ينبغي أن يكتب على الأبواب في البيوت عند الجيران وفي المجمعات وفي الجامعات وعند الطلاب وعند المستثمرين وعند التجار وعند حتى الذين يعيشون بين ظهراني الكفار. ينبغي أن يقرأوا هذا الحديث ويعملوا به. إخواني وأخواتي، كثير من الناس يغفل عن هذا الحديث، ولم أكن لأحتاج على مسألة أننا ندخل في ما يتعلق ما هو الإيمان، ما هو الإسلام، ما هو الإحسان. أنتم كلكم تعلمون وتعرفون أن قضية الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان. وهذه الأعمال العظيمة، وخاصة نحن الآن داخلين بإذن الله على 10 من ذي الحجة، نسأل الله أن يبلغنا إياها، داخلين على هذه الحج، من أعظم أعمال العبد أن يزيد إيمانه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سمى هذا الدعاء أنه أفضل دعاء يقال في عرفة، وهو التوحيد وهو الإيمان الذي نحن نتحدث عنه. إذن ما تقدمه في 10 من ذي الحجة، أفضل ما تقدمه مع الدعاء هو التوحيد وهو الإيمان، تقوية أواصر الأخوة والمحبة من خلال الإيمان بالله تبارك وتعالى.
أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على أن نعمل بما جاء في كتابه وسنة نبيه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم آمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.